مرحبا بكم. رجعنا لكم وصفة جديدة. اليوم هنعمل بسكويت محشي بالكراميل أو محشي بالشوكولاتة. هو مناسب للكيتو دايت ولمرضى السكر. سهل وسريع جدا. يلا على الوصفة. زبدة 100 جرام أو حسب الحاجة الكمية، نوضعها على حرارة منخفضة جدا. الزبدة تكون زبدة طبيعية، هي الزبدة من الحليب وليس زيوت مهدرجة أو زيوت نباتية، لازم تكون زبدة. هذا طعم كراميل، هو الطعم الحقيقي للكراميل. في فرق بين إنه تبخر الماء من الزبدة على حرارة منخفضة وبين إنه إحنا نحرق الزبدة على حرارة عالية. هذا كراميل الأصل، أتمنى أن أنتم تجربوه ولو كمية صغيرة. ممكن نستخدم الكراميل بديل شيرة القطر للكيتو دايت، للحلويات للكيتو دايت ولمرضى السكر. ممكن نوضع عليه تحلية، نوضع معه تحلية اختياري. الوصفة: 1 كوب جوز الهند 75 جرام، 1 كوب لوز ني أو أي نوع مكسرات 150 جرام. وبديل السكر أو التحلية النوع والكمية حسب نظامكم الغذائي. بيكربونات الصودا معلقة صغيرة أو بيكنج باودر إذا غير متوفرة. هذه كراميل الزبدة ربع كوب 60 جرام، هذه اللي احنا عملناها أول شيء عملناها. ممكن استغناء عن الكراميل وبنوضع أي نوع دهون أو سوائل بنفس الكمية، ولكن هي بتعمل طعم كتير روعة بديل للفانيلا. بيض عدد 2. نطحن المكونات جيد حتى تتماسك مكونات مع بعض، يعني تصبح مثل العجينة. من حين لآخر بنقلب المكونات. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. يعني من حين لآخر بنقلب المكونات، هيك لازم تكون المكونات يعني تكون مثل العجينة متماسكة مع بعض. هيك بنعملهم تقريبا 12 القطعة، يعني يكونوا الحجم متقارب على بعض. أنا عملتهم قطعة كبيرة، أنتم ممكن تعملوها حجم أصغر من هيك، يعني بكون أفضل لو عملتوهم أصغر من هيك كمان. ممكن نجيب أي كوب أو أي صحن متوفر عنا وبنوضعه على ورق الزبدة، أو اعملوه بطريقة اللي أنتم بتحبوها. ممكن تعملوها يدوي بدون ورق زبدة بدون صحن. ممكن نستخدم الصحن، أي أداة متوفرة عنا. بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 160 درجة مئوية. نوضعها بالرف الأوسط المدة 15 دقيقة، يجب مراقبتها، يختلف من فرن إلى آخر.